دي ما بقتش جماعة يا أستاذنا، بيتمردوا على بعتهم لجنودك اللي حملوا دعوتك ووصيتك بعد ما كنا خلاص وصلنا للحكم وهننفذ مشروعنا الإسلامي. رجعنا تاني للصفر وقبل الصفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ الناس كلها بيتقبض عليها يا دكتور، خلي بالك من نفسك. هو حد بيجيني غيرك انت وخيري؟ خلي بالكم انتوا من نفسكم. خلاص مكتب الإرشاد ما بقاش فيه غيري أنا وانت ومحمد كمال. إلا صحيح يا عبد الرحمن بيقولوا إن أنا اللي وشيت بمكان طه وهدان؟ الصراحة ناس كتير بتقول كده، علشان يعني كان بيتصل بمحمد كمال، لكن أنا بقول يعني استحالة الدكتور عزت يعمل كده. وده كلام غير مقبول. ليه ما يكونش محمد كمال أو أنت؟ أنا؟ مين عارف، بس ده معناه إن في خونة بينا. أنت بتفكر في إيه؟ أنا فكرت خلاص يا عبد الرحمن. امسك. أنا خدت قرار بعزل محمد كمال من منصبه وحل اللجنة الأولى وتعيينك مسؤول عن اللجنة التانية، ومن ناحيتك أنت خليه عضو في اللجنة علشان يبقى تحت عينك، وأول قرار تاخده تحقق معاه في مخالفات لوائح الجماعة هو واللي معاه، وتبقى تجيب لي نتائج التحقيقات أول ما تنتهوا منها. هنحتاج موافقة مجلس شورى عام الجماعة. اعتبر إن احنا خدناها بالتمرير، وربنا يعينك على منصبك الجديد ويعينك على محمد كمال. قراراته دي بالله ويشرب ميتها. عزت ملوش صفة، وعزله ليا باطل. جرايه كمال، ما يصحش كده.